السلام عليكم. معاكم مسام الحكيم، مدرسة انجليزي. عايزة اتكلم في نقطة مهمة، نقطة القصة والحوار بتاع القصة بتاع امبارح. انا اتهاجمت هجوم شديد جدا. في ناس دخلت قالت لي كلام اني انا ليه بأيد ده، حرام عليكي، اولادنا ومصلحة اولادنا. بعد اذنكم تعالوا نحلل الموضوع بالراحة واحدة واحدة. انا مش بنحاز ان الاجابة تبقى كذا او تبقى الاجابة كذا. انا بقول في مشكلة في السؤال. قبل ما اتكلم في اي حاجه، انا بشكر القائمين على اللي حطوا امتحان محافظه القاهره، لان هو فعلا بنسبه 99.9% امتحان متوازن جدا، خالي من التعقيدات اللي بتعمل مشاكل للتلميذ وولي الامر والمدرس. بصراحه امتحان حلو جدا، يعني الف شكر. ولكن في سؤال في القصه، فاحنا عشان نكمل جملنا للاخر ويبقى الامتحان 100% تمام، عايزين نتناقش في سؤال القصه ده مبدئيا عشان ما بقاش بقول اي كلام. السؤال بيقول نانسي and زينة were new في space نقط at a preparatory school. يعني نانسي وزينة كانوا new ايه جداد في مدرسة اعدادي. حلو قوي الكلام ده. مديني choices letter A doctors، طبعا دي مش هتنفع. engineers مهندسين، وطبعا دي مش هتنفع. farmers مزارعين، انا هستنى شوية. مزارعين يعني بيزرعوا وبيعرفوا طبيعة الأرض والكلام ده كله. or letter D students تلاميذ، هم في مدرسة فهم بطبيعة الحال تلاميذ. طب تلاميذ جداد، يعني أنا لو جيت سألتك who was the new student at the preparatory or at preparatory school في القصة دي، هترد عليا تقول لي نانسي and زينة؟ يعني أنت هتقول لي نانسي وزينة هم التلاميذ الجداد، ولا هتقول لي مدرس وفاهم القصة؟ هترد عليا تقول لي إيه؟ هتقول لي زينة was the new student أو was a new student، صح كده؟ تمام. ايه اللي دخل نانسي في موضوع النيو ستودنت؟ يبقى السؤال يا اما في فكره انه عايز يقول ان هم طبعا زرعوا وتعلموا طبيعه النباتات واهتموا بعد كده بالاجريكلتشر اللي كانت موجوده في البارت الاخير من القصه، اجريكلتشر اللي هي الزراعه. فالناس اللي بتفكر قوي وبتركز قوي ومذاكره كويس جدا هتقول لا، هم مش تلاميذ جداد الاثنين، دي في واحده بس. يبقى السؤال فيه فكره، السؤال قصده كلمه فارمرز بقى مزارعين. تمام. لو حضرتك اللي قائم على حط السؤال ما كانش في نيتك ان يبقى فيها فكرة، يبقى السؤال ده مع كامل احترامي ليك لا، السؤال ده مش صح. ولما يبقى السؤال فيه مشكلة او يبقى فيه اي مشاكل في نوعية من الاسئلة، المفروض ان احنا بنحذف السؤال ونوزع درجته، او اننا بنحسب الاثنين صح، الاثنين المشكوك في امرهم، واللي نسبة من الولاد عاملين students ونسبة تانية عاملة farmers، والنسبة اللي عملت farmers هي اللي فكرت جدا. تمام. انا مش بنحاز لاجابه معينه، بس انا بقول للقائمين على التصحيح والقائمين على وضع الامتحان وواضعي الامتحان يراعوا ان السؤال ده فعلا في مشكله في التقنيه بتاعته او في التركيبه بتاعته. كل همي في الاخر مصلحه ولادنا، والله العظيم مصلحه ولادنا. ربنا يوفقهم ويكرمهم وبالتوفيق ان شاء الله. حبيت اقول رايي ومش عايزه حد يهاجمني وخلاص. سلام عليكم.